بيكم النهاردة بنكمل سلسلة الإدارة في أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم، أو كما قال. يعني بمنتهى البساطة الحديث بيقول إيه؟ لو حضرتك قررتوا إن أنتوا تسافروا 3 أشخاص مع بعض، فقبل ما تخرجوا للسفر قرروا إن واحد منكم يبقى قائد للمجموعة، تسمعوا كلامه وبعدين تبتدي تشتغلوا مع بعض تحت قيادته، عشان في الآخر تقدروا تنجحوا في سفركم وتوصلوا بسلام وتتموا كل حاجة على سلام. طيب إيه الحكمة من دون؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: خلق الإنسان إيه؟ إنه أكثر حاجة جدلا. يعني الإنسان ده أكتر حاجة بيجادل. دايما إحنا بنختلف. لو في المونديال زي ما هيبتدي مثلا بعد شوية كام يوم، هنبص نلاقي الناس بتختلف على المدرب وبتختلف على اللاعب. لو إحنا مع بعضينا قاعدين بنتشاور على موضوع هنختلف. لو إحنا بناكل أكلة وبنطلب أكل دليفري مثلا هنختلف، وكل واحد هيقول حاجة. في الآخر ده معناه إيه الاختلاف دون؟ ده معناه وقت ومجهود ضايع، وممكن يعمل أحقاد بين بعضينا. ممكن واحد يبقى زعلان من التاني: والله أنا قلت عايز آكل جبنة، التاني قال لأ فراخ، التالت قال لأ معرفش، وهكذا. كل ده ممكن يعمل مشكلة. طب عشان نحسم الأمر وما نضيعش وقت كتير في جدل لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يوصل لأي حاجة، يبقى إحنا لو كنا 3 أو أكثر هنأمر علينا واحد. لما نختلف هو يقول الرأي ونسمع كلامه، وبنختار هذا الشخص لأن إحنا بنبقى واثقين إن هو عنده من الحكمة ومن القدرة ومن العلم اللي يقدر يقود المجموعة مهما كان عددها، فيوصلها لبر الأمان بسلام. تعال بقى ننقل الكلام ده على الشغل بتاعنا. حضرتك إحنا النهاردة خرجنا في شغلانة، الشغلانة دي فيها 4 5 عمال، فيها 3 4 مهندسين، فيها عملية جراحية وهيكون فيها دكاترة، فيها محامين رايحين يعملوا مجموعة عشان يدافعوا عن واحد. لازم يبقى فيه للمجموعة دي مهما كانت المهنة أو الحرفة اللي هيشتغل فيها قائد. القائد ده كل اللي مطلوب منه إن كلنا نقول الآراء بتاعتنا، هو يجمعها ويسمعها، يحطها كده بالبلدي في الخلاط، يضربها يطلع منها كوكتيل، ويقول في الآخر إحنا رسينا على إن إحنا نعمل 1 2 3. يبقى من هنا قدرنا إن إحنا ندير الوقت بإن إحنا نقلل كم الاختلاف اللي ممكن يحصل. قدرنا إن إحنا ندير المنظومة اللي إحنا بنشتغل عليها بإن إحنا نطلّع حاجة موحدة نتفق عليها، حتى لو كان أخدنا الأصوات وخدنا 51% ضد 49%، بس طبّقنا الديمقراطية في الآخر، والقائد مال برأيه إلى ال51%، يبقى خلاص هم ال51%، عشان تكون قيادته حكيمة ورشيدة. يبقى إذًا إحنا ممكن ندير وقتنا ومجهودنا وعقلنا وراحة بالنا وتنظيم شغلنا وكل ده في حديث سيدنا النبي، إن إحنا لمّا نكون أكتر من واحد نؤمِّر علينا واحد، أو بلغة العصر نحط قائد علينا. القائد ده هو اللي يقدر يجمّع المجموعة، يمنع الخلاف، يمنع الاختلاف، وبالتالي نقدر إن إحنا نوصل لحاجة محترمة. دي كده برضه شروحات بسيطة، لكن أنت لو مسكت الحديث وحضرتك تعمقت فيه ممكن تطلع منه كلام كبير. لكن احنا زي ما اتفقنا، عشان طلبات حضرتكم ما بنحاولش نطول في الفيديوهات. فكر، ربنا قال: ألا يتفكرون ألا يتذكرون. فكر، شغل كده الدنيا معاك، هتلاقي جوه أحاديث سيدنا النبي كنوز عظيمة. استغلها، استفيد منها، هتقدر في الآخر إن حضرتك توصل لبر الأمان. وإحنا تحت أمركم في مايكا جروب في أي استفسار، وإحنا مؤمنين إن إحنا بدورنا المجتمعي وبالنجاح اللي إحنا وصلنا له بفضل حضراتكم، إن يبقى واجب علينا إن إحنا نرد لكم الجميل في إن إحنا نقف جنبكم. وإحنا ما بنردش إلا بعد ما بيبقى في مجموعة بتقعد تستشير ونتفق عشان نقدر نجاوب على حضراتكم الإجابة السليمة بإذن الله. بتمنى لكم كل خير وأشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.